السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد. طبعا البارحة يعني نزل قرار القاء التحميل، وهواية طلبة يعني كان هذا الخبر محبط لهم هواية، يعني فوق الهم صار هميا. يعني الطلبة هواية مأجل 6 مواد، قال ممكن امتحن 4 واجل يعني اخذ 2 تحميل، واللي مأجل 4 مواد وهكذا. لكن الغاء التحميل هو مو نهاية العالم. صح، ممكن الوقت يعني ما كان موفق الوقت، اعتقد يعني لو كان قبل شهر ممكن ينزلون هذا القرار او اكثر، يعني كان افضل. بالنسبة يعني للطلاب ممكن كان يتدارك الوقت، لكن احنا يعني بعد عندنا نفس. يعني اذا انت مأجل 4 وحبيت تسوي تحميل 2، فبعد اكو نفس، يعني اكو امل انه تقدر. طبعا راح تصير صعبة جدا، لكن هذه مشكلة يعني تعيد السنة امر صعب جدا، لان عادة السنة يعني راح تحسب انت الاضافيات اللي راح تجي عليك المواد، وهذه الامور فامر صعب، يعني مو كل شخص يقدر لها. وتقرا هسه كذلك امر صعب يعني المواد، لكن لازم يعني تستغل هذا الوقت اللي هو 11 يوم متبقي او 10 ايام. هذا الوقت يعني هو الاخير والنفس الاخير. احنا طبعا كنا يعني خلنا اقول لك، احنا كنا قبل بامتحانات نصف السنة، او امتحانات نهاية السنة بالخامس بالرابع، كنا ما نقرأ الا قبل الامتحان بيوم او يومين. فانت اشتغل هذه الطريقة، وحاول يعني تبذل مجهود هواية، حاول تقلل النوم وتشتغل يعني على المواد. ومو نهاية الدنيا يعني، ولا نهاية العالم انه لقى التحميل. طبعا هو يعني ممكن هواية طلاب راح يتضررون، لكن شو نسوي يعني؟ هذا القرار بعد نزل، فانت بعد عندك فرصة وعندك امل. حاول تستقل شكو ثانية شكو دقيقة، لان الوقت بدأ يداهمك وما بقى وقت، والوقت يعني ما شاء الله يمشي سريع كلش. فاستغل هذه الفرصة وانت قدها، ولا تستسلم، وبعد عندك وقت، وتوكل على الله، وخلي ثقتك في الله كبيرة، وان شاء الله تقدر وتجيب الدرجة اللي ترضيك بإذن الله تعالى.